يا صباح الفل وصباح الورد عليكم يا حلوين، يا رب كلكم تكونوا بخير. مامي. الواتساب معلش بتاع المدرسة والماميز، بمناسبة ان الفيديو ده عن الماميز. طبعا الحمد لله النهاردة بقى ايه، قلنا نعمل فيديو كده مختلف نخرجوا مع بعض شوية. فكان الصبح الكلام ده، كانت الساعة 8 الصبح. كنت رايحة عند مدرسة بنتي عشان اقابل الماميز بقى ايه، صحابنا هم الحلوين، الماميز اللزاز، الماميز اللي مش بيعملوا مشاكل، الماميز اللي هم صحابات المزاج العالي، الصحوبية الحلوة. يعني بنصبح ونمسي على اصحابنا وعلى الناس الحلوين وعلى الناس اللي بتشوف وايه. هم عارفين نفسهم لو بيتفرجوا. احلى صباح واحلى مسا على احلى ناس واحلى صحوبيه واجدع صحاب وصاحبك سندك في ظهرك، واقف في ظهرك زي القتب. وقت ما تحتاجه تلاقيه واقف جنبك. يعني بصوا، احلى 10 جنيه لاجدع صحاب. رحنا مكان جميل جدا في محطة الرمل اسمه بهجة. فين بهجة؟ بهجة ده موجود جنب سينما ستراند في محطة الرمل. جنب سينما ستراند في محطة الرمل. عنده كمية شماسي لا يرثى لها، الله أكبر. يعني هناك الدنيا ما بتشتيش. لا بجد مكان حلو قوي، عجبني قوي. ديكوراته لذيذة جميلة. استنوا معايا لآخر الفيديو هتشوفوا صور ممتازة ليه. دي وجبات الفطار، بينزل وجبة فطار بيض وفلافل وفول وبطاطس محمرة، وكان في طبق جبنة بالطماطم تحفة. الوجبة لوحدها ب30 جنيه. تمام، الوجبة دي كلها ب30 جنيه أنا وصحابي. تمام، ب30 جنيه. الكنز هناك لوحده ب30 جنيه. يعني احنا دافعين 60 أو حاجة و60. دي لولو الصغتوتة بنت صاحبتي، جميلة خالص، الله أكبر ما شاء الله، ربنا يحفظها يا رب إن شاء الله بإذن الله. أنا كان واحدة صاحبتي تانية كانت هتكب عليا، يعني حسيت إن في حاجة هتتكب عليا من إيديها. المهم البيبسي لوحدها ب30 جنيه، والفطار ده كله ب30 جنيه. لكن انت تخيلوا الفجعة، انا اتفجعت، يعني ايه ده، ليه يا جماعة؟ بس بصراحة القعدة فيه حلوة. احنا كنا قاعدين في المكان هنا بقى، طبعا عاملين جزء للكيكة والتشيز كيك والحاجات دي. بيدوكي ورقة وانتي قاعدة، تكتبي فيها رأيك وتكتبي فيها ذكرى تحطيها هنا في البورد ده، بحيث ان انتي لما تحبي ترجعي تاني تلاقي اسمك موجود، تلاقي كلامك موجود. بصراحة حلو جدا. وكانوا بيقولوا هيفتحوا مامي. فيها كيدز اريا قريب قوي. لا جميل. مكان حلو قوي وجميل جدا جدا بصراحة. انا عجبني، وغض النظر عن الكنزاية اللي كانت ب30 جنيه والفطار كله ب30. يعني الكنزاية بره يوم ما هتقول انا كنزاية هتعمل 7 جنيه، انتوا 30 جنيه لا صعب. في مكان للتصوير، في يعني في مكان قعدات عربي هتشوفوها دلوقتي في الصور. بصراحة مكان حلو حلو، ينفع العائلات وينفع لأطفال وينفع لأصدقاء وصحاب مع بعض، وينفع بيبقى حلو قوي 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 جميل. هنا برضو زيزو حبيبي الصغنطوط، ومعاه لولو برضو صغننة خالص، الله أكبر يدي. برضو ايه، المناظر هناك فيها أماكن كتير قوي ممكن تتصوري فيها انتي وصحابك. الشكل حلو طول ما انتي قاعدة شايفة قدامك محطة الرمل بالبحر، فحاجة حلوة قوي 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 جميل. هنا بقى كنا بنصور. هو خضيتك، هنا كتبنا اسامينا كلنا. مكان جميل وكتبنا اسامينا كلنا. انا على فكرة اسمي مكتوب مرتين، حنان وحنونة تحت. يعني أنا قلت لهم ما كتبتوش اسمي، قالوا لي لا اهو، اتاريهم كانوا كاتبينهم. هنا بقى يعني هسيبكم تتفرجوا على المكان. المكان حلو قوي. غير الفطار طبعا اللي هو الفول والفلافل. طبعا احنا علشان احنا مش ناس توتو يعني. انا عن نفسي مش بنت توتو، عشان الواحد بيحب ياكل. عارفين انتوا الفول والفلافل دي اللي هي تسد، اللي هي فجأة كده تلاقي هنا في مراجيح ممكن تقعدي عليها. يعني احنا كنا قاعدين في الكورنر ده على الارض ومع نفسينا فوق، محدش بقى معانا، محدش يعني محدش يجرحك مثلا او حد يقعد يبقى سامع انتي بتقولي ايه. لا انتي قاعده براحتك، اللي قاعد على المرجحه قاعد، اللي قاعد مقيل شويه في الزقر قاعد. في ناس كانوا قاعدين يعني كانوا عايزين يناموا بس طبعا ما قدروش. بس كمكان حلو حلو جميل.
برضو يعتبر اسعاره مش وحشه، يعني غير الفطار الفول والفلافل بيبقى فيه كرواسون وبيبقى فيه مش عارف ايه، بس طبعا احنا مش بتاع الكلام ده. احنا نضرب الفول والفلافل على الصبح، يعني ده فطار، ده نوع من انواع الفطار. انا الفطار ده ما يسدش معايا. الفول والفلافل دي خليكي تقفلي لحد الساعه 7 8 بالليل، اللي هو ما مش هنا، اللي هو انا مش هشتغل، اللي هو انا باصه قدامي ومركزه ان عينيا على حاجه معينه كده ما بتتحركش، انا موجوده. فاهمني؟ فاللي هو انا ما بتحركش. بصي انت تبقي قاعده شايفه البحر، الديكور بتاع الكراسي اصلا تحفه، تحفه، اللي هو تبقي قاعده كده لا جو تاني. بالنسبه لاسعاره في نص البلد او في وسط البلد بمكان زي ده، غض النظر عن 30 جنيه بتاعت الكنزايه طبعا، بس هو ممتاز جميل. ده هنا مكرونه بالوايت صوص واصابع الكابوريا والجمبري والعصير، بصراحة يكفي القعدة. على شمالك تريانو وعلى يمينك محطة الرمل بتاع الفشار، حاجة في منتهى الجمال. كونك ان انت تبقي قاعدة في مكان فيه الوان ملخبطة، يعني انا بحب ده. ترابيزة خضراء، على كرسي فوشيا، على كرسي رمادي، على كرسي مش عارف ازرق، على كل ده انا بيريح نفسيتي قوي قوي فوق ما تتخيلوا. اللوحة اللي عاملينها هناك حاطين فيها صورة احمد زكي، وحاطين مش عارف ايه وايه وايه، حاجة تحفة برضو. هنا اللي هي كابينة التليفون بتاعت الاجانب، برضو تحفة تحفة تحفة، شكلها جميل جدا. انا اصحابي بقى يخشوا جوه يتصوروا جوه ويدخلوا عيالهم طبعا. مكان حلو ويريح الأعصاب. بس اللي ما جربناهوش الكرسي اللي هو المتعلق ده، بس هنجربه مرة تانية إن شاء الله. هنا حاطين لوحات جميلة جدا وتحفة قوي، اللي هو تقعدي تسرحي فيها بجد والله مش كلام. تقعدي تسرحي فيها صورة أحمد زكي صغيرة في كابتن كاراتيه ده، وصورة مش عارفة نوبية ايه وصورة ايه لا لا لا، تحفة بجد، بجد تحفة. وجودة الأكل هناك معقولة مش وحشة، حلوة. يعني يمكن عشان ده كان فطار واحنا كنا رايحين 8 وشوية، الساعة 8 وشوية، اللي هو ما فيش حد لسه جه، موجودين بس نايمين. لا حلو يعني على ما أكلنا. يعني الجبنة بطماطم هناك جميلة قوي 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 بصراحة. فأتمنى يا رب الفيديو يعجبكم، وما تنسوش بقى تعملوا لايك جميل كده هوت، وروحوا المكان ده بجد هيعجبكم جدا 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 جدا. وحاولي اخطفي لنفسك ساعتين تخرجي فيها مع ناس انتي بتحبيهم، بيفهموكي، ما بيشتغلوش شغل بقى الستات والكلام دوت، اللي هو الكلام والنقوزة. اقعدي كده روقي حالك، جددي نفسك عشان تعرفي تقابلي اللي انت جاياه. اتمنى يا رب المكان يعجبكم وتروحوا وتجربوا، اسعاره حلوة قوي قوي قوي. ويلا صلوا على النبي، ويلا سلام عليكم، باي باي.